عندي مبلغ بسيط 5 ملايين واريد استثمره، ايش تنصحني؟ طبعا اغلب الناس اللي ما عندهم معلومات بعلم ادارة المال يعتقدون ان المبلغ اذا كان كبير راح يحقق لهم ارباح اكبر، واذا كان المبلغ قليل فراح يحقق لهم ارباح اقل، وللاسف هذا التصور خاطئ جدا. فشوف يا صديقي، اكو شيء اهم من المبلغ لازم تعرفه. اكو مشاريع كثيرة كلفتها 100 مليون او اكثر وتربح بالشهر 1,000,000 دينار فقط، واكو مشاريع كلفتها عربانة قهوة في مكان سياحي عام يوميته 100,000 أو 200,000 بالقليل، يعني شهريته 3 مليون والله يزيدهم. فنصيحتي لك قبل أن تستثمر ال5 ملايين بأي مشروع استثمر بنفسك أولا وتعلم. المشاريع تعتمد على عدة عوامل يجب أن تدرس، ماكو شيء اسمه عندي فلوس أريد أشغلهم. لازم أعرف وين تسكن، مثلا أطراف مدينة، لازم أعرف شنو نوع الخدمة اللي ما موجودة بمنطقتك وإنت راح توفرها للناس. أكو شيء اسمه قدم خدمة أو حل مشكلة تربح. لازم أعرف هل المبلغ يتناسب مع الخدمة اللي راح تقدمها أو المشكلة اللي راح تحلها. لازم أعرف هل أنت تقدر تدير هذا العمل أو الخدمة اللي راح تقدمها للناس. فماكو شيء يا صديقي اسمه أريد أفتح عمل إيش تنصحني. ولذلك تشوف أحيانا كثير ناس يفتتحون محلات ألبسة، محلات أجهزة كهربائية، مشاريع، مطاعم، وبعد فترة بسيطة يعزلون لأن ما كان أكو دراسة حقيقية لمشروعهم. وإذا ردت تنصحه يقاطعك بالكلمة المشهورة أنا أعرف كل شيء. يابا بس دقيقة خلي نفهمك، ما يفيد أنا أعرف كل شيء. فالخلاصة لازم تتعلم كيف تفتح مشروع ناجح يناسب إمكانياتك. وإذا تريد تعرف كيف تحصل على مشروع ناجح يناسب إمكانياتك ادخل اتعلم من اليوتيوب. آلاف الفيديوهات لخبراء وعمالقة موجودة باليوتيوب راح يدلونك خطوة خطوة عن المشروع اللي يناسبك. اكو مشاريع ايضا على الانترنت كلفتها 1,100,000 وشهريتها $1000 للي يعرف يشتغل بيها بصورة صحيحة. فال5 ملايين مو مبلغ بسيط، احذر من هذه النظرية. قناتي ايضا بيها كثير فيديوهات شرحت بيها عن المال والاعمال، ان شاء الله تفيدك. وتابع القناة لا تنسى حتى يصلك كل شيء جديد. وكالعادة غير افكارك تتغير حياتك. سلامتكم.